اكتر موقف عمل لك صدمه في حياتك؟ انا كنت بشتري هدوم من مكان، يعني ملابس. ما تقوليش اسم. من غير ذكر اسماء. اه. المهم انا جيت داخله البروفا وكده، وكنت يعني خلاص هقلع هدومي. اه. شفت كاميرات ورا المرايه. عرفت منين؟ عندي برنامج على التليفون، اه. لاي مكان بروح اجيب منه لبس انا بشغل البرنامج واشوف الكاميرات اللي حواليا. كنت لسه يا دوبك ببتدي بقلع الطرحه، ده وانت محجبه اصلا؟ او كنت محجبه وقلعت الحجاب كده من فتره. فاهم. بس ده اكتر موقف لحد دلوقتي فعلا خلاني قرفت من الدنيا، لا. او شايفه ان الناس وحشين قوي. هو الوحش مغطي على الحلو بس مش اكتر. عايزين بس نوجه رساله للبنات. يا جماعه عايزين نشير الفيديو ده لكل بنت عشان خاطر لو حصل معاه زي ما حصل مع منا بالظبط، اتمنى كل بنت تاخد بالها. طيب هنخلي البنات تاخد بالهم ازاي؟ هناخد منك البرنامج ده ونحطه مفيش في اي لينك. مشكله. تمام، هنحطه في لينك هسيبه لكم في البايو. تمام، تحت الصوره الشخصيه بتاعتي. خشوا حملوه، وقبل ما تغيروا هدومكم في اي بروفا للبنات بالذات، اتمنى تكشفوا على المكان قبل ما تقلعوا هدومكم. موضوع سهل جدا، ويا ريت كلنا نحافظ على نفسنا. فعلا احنا بقينا في زمن صعب. الدنيا ما فيهاش امان دلوقتي. يلا، سلام عليكم.